السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادات وصل لحكم مصر سنة 1970 والبابا شنودة بقى أب للطائفة الأرثوذكسية سنة 1971. السادات بقى لما وصل للحكم كان عاوز يتخلص من كل ما هو ناصري، ففاجئ الناصريين واليساريين وخرج لهم الإخوان من السجون، وده اللي اتسمى وقتها ثورة التصحيح. السادات والبابا كل واحد فيهم لما وصل للحكم كان عنده أهداف مختلفة عن التاني، وهنا المصالح اتعارضت. السادات في بداية حكمه كانت أعدائه كتير وما كانش مستني يخلق لنفسه عدو جديد، فراح بقى هنى البابا شنودة بعد ما تولى المنصب وطلب منه انه يساعده في مرحلة حكمه ان البلد تبقى في امان. البابا شنودة بقى مع الوقت عرف يخلي تمويل الكنيسة يجي من بره، وبكده بقى مش محتاج لمصر، كان عاوز يعمل دولة عميقة. وفي نفس الوقت الجماعات الإسلامية برضو موجودين ولهم أهدافهم، والإشاعات اللي طلعت وقتها ان الدكاترة المسيحيين عندهم خطة انهم هيعقموا المسلمين عشان ما يخلفوش ويبقوا المسيحيين اكتر، والاحتقان بدأ يزيد بين المسلمين والمسيحيين في مصر لحد ما وصلوا لأحداث الخنكة سنة 72، وده كان أول صدام رسمي بين السادات والبابا شنودة. في جماعة مجهولة ولعوا النار في جمعية الكتاب المقدس في الخنكة، ودي كان المسيحيين في مركز الخنكة عاملينها كنيسة ليهم بس من غير ترخيص حكومي، وبنوا حواليها بقى دكاكين وعاشوا حياتهم الاجتماعية فيها، وقوات الأمن جت وهدت المبنى والمباني اللي جنبه. ويوم الحد 12 نوفمبر 72 البابا شنودة بعت حوالي 1000 قس ومعاهم حوالي 400 مواطن مسيحي، وأقاموا شعائر الصلاة في الخلاء على أطلال الجمعية. ويوم الاثنين 13 نوفمبر فيه مجموعة من المجموعات الإسلامية اتجمعت في مسجد السلطان الأشرف وتعرضوا للمحلات التجارية بتاعة المسيحيين، وساعتها في واحد مسيحي ضرب نار في الهواء عشان يمشيهم. وقتها بقى الاشتباكات بين المسيحيين والمسلمين ولعت، وفي 4 اتقتلوا والمصابين كانوا بالمئات، وقوات الأمن بالعافية عرفت تفض الخناقات دي. السادات ساعتها حس ان البابا شنودة بيقوم المسيحيين انهم يصعدوا الاحداث وانه بيعاديه بشكل شخصي، وقال شنودة بيتعامل كانه زعيم سياسي مش رجل دين، واعتبر اللي حصل ده تمرد علني على حكمه، وقال بغضب شنودة عاوز يلوي دراعي وانا مش هسمح ان ده يحصل. وقتها السادات قرر يفجر المسألة الطائفية في مجلس الشعب، فمحمد حسنين هيكل اقترح عليه ان يبعت لمجلس الشعب خطاب يطلب فيه التحقيق في الاحداث اللي حصل، ومجلس الشعب احالها للجنة تحقيق، واللجنة بعتت للسادات جواب قالت له الموضوع كبير ومحدش هيعرف يلمه غير رئيس الدولة بحكمته ومسؤوليته عن كل مواطن فيها، يعني خلعت. النبوي اسماعيل بقى كان مقدم للسادات تقرير سري بيقول فيه ان البابا شنودة بيكتب توصيات تضر بالوحدة الوطنية، وهنا السادات قال لك بس شنودة غلط وانا كنت مستنيه يغلط، والسادات استغل الموقف وتجاهل تماما توصيات لجنة البرلمان بس دكن في نفسه. وفي ديسمبر 1972 مجلس الشعب أقر قانون حماية الوحدة الوطنية، وده ببساطة بيزود من صلاحيات الرئيس حسب ما يشوف بقى ايه اللي هيحمي الوحدة الوطنية، يعني عاوز يحبس ده عاوز يعدم ده هو وشوقه بقى. ساعتها البابا شنودة قال لك القانون ده متفصل عليا، ده جاي لي انا بقى. غلطة السادات انه شاف الخلاف المسلم المسيحي بعين الامن بس، وفي نفس الوقت البابا شنودة شايف ان مش من العدل ان حد يتدخل في إدارة شؤون الكنيسة، وصعب كمان ان إدارة شؤون الكنيسة تبقى تحت عين الامن على طول. ليه؟ هو انت كنت بتعمل ايه في الكنيسة برضه؟ وقتها السادات قرر يهدي اللعب شوية لان البلد كانت داخلة على حرب 73 ومش حمل مشاكل طائفية، في عدو بيهددنا كلنا بره يا هبل. سنة 73 قبل الحرب السادات زار المقر البابوي هو وشيخ الازهر محمد الفحام ومجموعة من رجال الدولة، وصلى الظهر جوه الكنيسة. مش دي المشكلة، المشكلة انه طلب من البابا شنودة يقوم يصلي معاهم الظهر. طب ظهر ايه اللي هيصليه البابا شنودة؟ السادات قال له احنا لازم نبان متحدين، الواضح
واضح ان البابا شنودة اتحرج لما السادات قال له اعتبرها صلاة محبة لمصر، وقعد زي ما انتوا شايفين كده، وكل من له نبي يصلي عليه بقى. بس طبعا السادات كان عارف ان دي هدنة مؤقتة لحد بس ما الحرب تخلص ويشوفها هترسى على ايه. وسنة 75 كان السادات في زيارة لامريكا وقابل جيمي كارتر، وهناك بقى اقباط المهجر وقفوا بره وكانوا بيهتفوا ضد السادات وبيشتموه. السادات عرف ان اللي قال لهم يعملوا كده البابا شنودة. ده غير بقى الاخبار اللي نزلت في الصحف والجرايد بتتكلم عن اضطهاد المسيحيين في مصر. ساعتها السادات اتجن واتصل بالبابا شنودة وقال له وقف المظاهرات دي واوعى تستعملها ورقه ضغط ضدي. هما مش كانوا اتصالحوا والدنيا كانت زبادي خلاط وانتصرنا وكلنا كنا مبسوطين؟ حصل ايه؟ اقول لك يا سيدي، بعد الحرب ما خلصت الاخوان المسلمين بداوا ياخدوا مساحه كبيره في الشارع المصري، والعنف بدا يزيد، مش ضد المسيحيين بس، ده ضد المسلمين كمان اللي مش مع فكرهم. والاحداث دي زادت قوي في الصعيد، بالتحديد بقى في اسيوط. والبابا شنودة كان شايف ان السادات سايب الدنيا واجهزه الدوله مديه مساحه لزياده العنف الطائفي، واللي حصل في امريكا السادات كان مخزنه وما عداش كده وخلاص. السادات بعد ما رجع مصر قابل البابا في القناطر وقال له انا زعلان منك، انت سايب المسيحيين بيتكلموا ضد مصر، انت تقدر توجه الناس دي انها ما تكتبش ضد البلد. ساعتها البابا شنودة كمان سجل اعتراضه وقال له انا عاوز يكون في مجلس الشعب اعضاء مسيحيين بقدر نسبة السكان المسيحيين اللي في البلد. بس وقتها البابا شنودة افور وقال له احنا تلت سكان مصر، طبعا ده مش حقيقي. وطلب كمان اذاعة قداس عيد الميلاد في التلفزيون والراديو زي صلاة الجمعة وصلاة الاعياد المسلمة، وكمان المسيحيين يبقوا قضاة ويخشوا السلك الدبلوماسي ويخشوا الجيش والشرطة وما يتمنعوش، هما بيبقوا اكفاء بس بيمنعوهم لانهم مسيحيين. ساعتها السادات قال له المسيحيين عددهم حوالي 2 مليون، الكنيسة ردت قالت لا احنا 7 مليون. الكلام ده كان سنة 76، كل مصر تقريبا كانت 35 مليون. الكنيسة ساعتها رشحت 10 اشخاص عشان يخشوا مجلس الشعب، والسادات خد واحد بس اللي هو البرت برسوم. ساعتها البابا شنودة قال للسادات انت كده بتهمشنا. وسنة 77 البابا شنودة راح امريكا، وساعتها قابل الرئيس الامريكي جيمي كارتر، ودي كانت اول مرة رئيس امريكي يقابل البابا القبطي. والسادات هنا قال لك بس شنودة بيوريني نفوذه. وفي نفس الوقت خرجت مظاهرات بتندد باضطهاد المسيحيين في مصر. ساعتها السادات ولع لانه شايف نفوذ البابا بيكبر يوم ورا التاني. ساعتها الاخوان المسلمين قدموا مشروع قانون بيقولوا انهم عاوزين يقتلوا او يموتوا اللي بيرتد عن دينه، وكمان طلبوا حذف اي قانون بيتعارض مع الشريعه الاسلاميه. وقتها القانون ده اتعرف باسم قانون الرده. والحوار ده قلق الكنيسه قوي، قال لك يعني هيطبقوا علينا الشريعه الاسلاميه بالعافيه. وساعتها البابا شنودة طلع وقال ان القانون ده ضد حقوق الانسان، وده كان المسمار الاخير في نعش العلاقه بين الزعيم والبابا، لان السادات وافق على القانون. والبابا شنودة اتحرك على طول وجمع المجمع المقدس، واستمروا مجتمعين من 30 اغسطس ل 3 سبتمبر، يعني 4 ايام او 5 ايام، واعلنوا عن صوم انقطاعي لمده اسبوع. وبعتوا 4 اساقفه للسادات عشان يقولوا له انهم رافضين القانون ده ورافضين تطبيقه عليهم كمسيحيين. والبابا شنودة ساعتها قابل ممدوح سالم كرئيس الوزراء وقال له القانون ده ما يمشيش علينا كمسيحيين. طب يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ السادات هيرجع في كلامه ولا البابا هيخضع؟ هو في الحقيقه لا السادات رجع في كلامه ولا البابا خضع، الاتنين سكتوا فجأة، وتقريبا كان ده هدوء ما قبل العاصفه. وفي سبتمبر 77 البابا شنودة قابل السادات وتحس ان الدنيا بينهم هديت شويه. وفي اكتوبر 77 السادات زار المقر البابوي للمره الثانيه وحط حجر الاساس لمستشفى ماري مور، وصلى لتاني مره في المقر البابوي. ونيجي بقى لمبادره السادات لما قال في مجلس الشعب انه مستعد يروح اسرائيل. وطبعا عشان يروح اسرائيل لازم يكون معاه وفد بيمثل كل طوائف الشعب المصري، يعني شيخ الازهر وبابا الكنيسه. ساعتها البابا شنودة قال له لا مش رايح اسرائيل، ومنع اي واحد مسيحي انه يروح القدس غير لما تتحرر. طبعا السادات زي اي رئيس ما يحبش حد يعرض في قراراته. وقتها السادات قال لمفيد فوزي شنودة عاوز يبقى زعيم وده مش هيحصل وانا عايش. السادات حس ان البابا والكنيسه بقى لهم سلطه بره زي سلطه الدوله، فوجه بقى بتوع الامن انهم يضيقوا على الدرس الاسبوعي بتاع البابا. فهل بقى البابا شنودة يسكت على كده عشان الدنيا تهدى؟ لا ما يسكتش، بالعكس ده وجه خطاب لكل الكنائس بعدم الاحتفال بالعيد، وعاد
عدم استقبال اي وفد من الدوله للتهنئه ومفيش قداس يلا بقى. ودي كانت اول مره يقر فيها البابا شنوده بوجود اضطهاد للاقباط في مصر. لو جينا للحق الاتنين اتصدموا لانهم شبه بعض، كل واحد فيهم حاسس انه مهم. السادات حاسس انه جاب النصر لمصر، وشنوده شايف انه عرف يخلي الكنيسه نفوذ بره مصر، والاتنين ما بيحبوش حد يعارضهم وتغور مصلحه البلد ومصلحه الاقباط. وسنه 1980 قوه البابا شنوده زادت جدا لدرجه انه بقى فعليا بقى له وضع مستقل عن الدوله، بالذات ان التمويل جاي له من بره. وفي مارس سنه 80 قرر البابا شنوده انه يصرح بمعارضته ان الشريعه الاسلاميه ما تطبقش على المسيحيين، واصدر بيان من المجمع المقدس قال فيه احنا مش بنقبل مشروع الردة ومش هنخضع له، وان تم تنفيذه احنا مستعدين ندخل في عصر استشهاد جديد علشان ديننا والثبات عليه. وقرروا كمان الصيام الانقطاعي 3 ايام وتعطيل قداس عيد القيامة، وبرضه عدم قبول اي تهنئة من اي مسؤول في الدولة. والبابا خد الاساقفة وطلعوا على الاديرة في الصحراء يصلوا صلاة خلاص عشان يخلصوا من الضغط اللي بيتعرضوا له. البيان ده بقى جنن السادات وقابل التصعيد بتصعيد اكبر منه، ووجه اجهزة الاعلام انها تنتقد البابا والكنيسة والمجمع المقدس. ساعتها السادات وشنوده حسب مذكرات الاب متى المسكين حصلت بينهم قطيعة تامة جدا وما كانوش بيكلموا بعض، والاب متى المسكين حاول انه يتدخل علشان يحل الخلاف ده في ابريل سنة 80 بس فشل. السادات قال له انا هعزل البابا، فالاب متى المسكين قال له مش من حقك تعزل البابا. والسادات رفض يقابل البابا شنوده وقال لاستيفان باسيلي انا هقابل مناحم بيجن ومش هقابل شنوده. مناحم بيجن بيضرب في الوش، شنوده بيضرب في الظهر. بعدها السادات قرر يخش في مواجهه علنيه مع البابا وهاجم علنيا في مجلس الشعب يوم 15 مايو 1981، واتهم البابا انه عاوز يبقى زعيم سياسي للاقباط في مصر ومش مكفيه الرئاسه الدينيه، وقال كمان انه عنده تقارير ومعلومات مقدمها له حنا ناروز ان البابا بيعمل بلد للاقباط في صعيد مصر وعاوز يخلي عاصمتها اسيوط. شنوده لازم يعرف ان انا رئيس مسلم لدوله مسلمه عايش فيها المسيحيين والمسلمين، وبكده الدنيا ولعت تحت في الشعب. ونيجي بقى لاحداث الزاويه الحمراء. سبب الاحداث من الاول هي محاوله غير قانونيه عشان يبنوا كنيسه. الكلام ده حصل بالظبط يوم 17 يونيو 81. كان في فرح معمول في الشارع في الزاويه الحمراء، وفجاه الناس اللي في الفرح لقوا العيال بتجري في الشارع وبتهتف ضد المسيحيين. ساعتها الناس اللي قاعده في الفرح جري ورا العيال علشان يشوفوا في ايه، فلقوا ناس متلتمه وشايلين سيوف وبيقتحموا محلات الصاغه بتاعه المسيحيين. وقتها كل حاجه كانت بره السيطره، والنهب والقتل والسطو شغالين على ودنه، ومفيش لا شرطه ولا دوله، والزاويه الحمراء كانت حرفيا ميدان معركه مسلحه. وقتها في اعضاء من الحزب الوطني اتدخلوا في الموضوع عشان يبينوا بقى للسادات انهم متمسكين بالاسلام، وبداوا يستخدموا حيل مشروعه وغير مشروعه علشان يوقفوا بين الكنيسه دي. بس السادات قدام مجلس الشعب قال ان بتاريخ 12 يونيو سنه 81 مصنع العلف اللي في الزاويه الحمراء قال ان عاوز يعمل توسع ويعمل مكان للعمال يصلوا فيه، وساعتها طلع له القرار الاداري رقم 6 بتاريخ 13 يونيو سنه 81 ومنع فكره التوسع دي وازال التعديات اللي عملها مصنع العلف، والموضوع خلص لحد كده. بس يوم 17 يونيو 81 حصلت خناقه بين اسرتين، اسره موريس صاروفين واسره محمد سليمان، بسبب وقوع ميه مش نظيفه من شباك موريس على الهدوم اللي في شباك محمد. ساعتها الاتنين اتخانقوا وافراد الاسرتين اتصابوا اصابات بسيطه، بس الاشاعات بقى حولت الموضوع من حادث فردي لحادث طائفي، واللي زود الامور بقى ان الاشاعات اترددت من كامل مرزوق صاحب مشكله مصنع العلف، هو اللي زود الاشاعات دي وهو اللي ولع الدنيا وهو اللي اشعل الفتنه الطائفيه. وفيه ناس راحوا له على بيته فضرب عليهم نار من سلاح مرخص، وساعتها الاحداث ولعت لان فيه مواطنين اتصابوا. وبناء على خطاب السادات
الضحايا كانوا 17 قتيل و112 مصاب، وفيه 171 محل او مكان عام تم اتلاف، ده غير عمليات السرقه والنهب للمحلات والشقق. بس اللواء حسن ابو باشا وزير الداخليه قال عدد القتلى كان 81 مسيحي. في مواقع قبطيه بتقول ان من احداث اليوم البشع ده عمليه ذبح القمص ماكسيموس جرجس. ساعتها قرر البابا شنوده انه يدفنه في القاهره وما يسفرهوش لطهطة سوهاج عشان ما يصيرش الفتنه. طب السادات طلع وقال دي مش فتنه، دي مجرد خناقه عاديه بين فردين، والبابا مصمم ان هي فتنه. السادات بقى هيعمل ايه؟ هيعزله. بحسب اقوال الاب متى المسكين السادات كده كده كان عنده النيه انه يعزل البابا شنود، بس كان مستني الفرصه. بس لما جات له في شهر 6 قرر ياجلها شويه عشان كان مسافر امريكا في شهر 8 ومش عاوز اما يروح امريكا يكلموه في موضوع البابا شنوده. واتفاجئ وهو في امريكا ان الاقباط نشروا في الجرايد الامريكيه عن اضطهاد المسيحيين في مصر، وعملوا مظاهرتين، واحده قدام البيت الابيض والتانيه قدام متحف المتروبوليتان، لان كان المفروض انه هيحضر افتتاح لقسم الاثار المصريه في المتحف. ساعتها السادات طلب من المعاونين بتوعه انهم يتصلوا بالبابا ويقول له وقف المهزله دي، والمظاهرات اتاخرت شويه بس وقفت. ساعتها السادات وصلت له الرساله ان البابا بيتحداه وقصد يحرجه ويقل منه في امريكا. السادات اول ما رجع خد قراره في 3 سبتمبر 81 باعتقال اكتر من 1500 شخصيه عامه، وبعدها بيومين في 5 سبتمبر سحب اعتراف الدوله بانتخاب البابا شنوده وتحديد اقامته في دير الانبا بشوي في وادي النطرون. وبعدها بس بشهر تم اغتيال السادات ومات معاه الانبا سومائيل، كان قاعد جنبه في المناصب. اتعمل القداس على روح الانبا سومائيل وحضروا البابا شنوده والناس كانت مبسوطه بيه جدا. السادات استند في قراره ده على الماده 74 من الدستور اللي هي قانون الطوارئ. ولما جه حسني مبارك للحكم عفى عن البابا شنوده سنه 1985، وانا مش عارفه هو ليه سابه كل المده دي. في النهايه مصر للمصريين مسيحيين او مسلمين، لو في عدو دخل مصر مش هيفرق هو بيقتل مين فينا مسلم ولا مسيحي. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، واتمنى تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.